كيفاش واحد عنده 10 سنين قادر أنه يسبقني؟ هكذا قال بافلوف، شاب سلوفاكي عنده 25 عام وكيخدم كصياد ديال الحوت. سير لشي بلاصة كالم، خد كاس ديال القهوة ولا أتاي، حيت هاد القصة كتستاهل. الشتاء ديال سنة 1925، وفي واحد القرية صغيرة بالجنوب ديال سلوفاكيا، كان كيعيش واحد الشاب سميتو بافلوف، عنده 25 عام وكيخدم كصياد ديال الحوت. كل سيمانة كيمشي مع البحارة يصيدو في البحر ديال بولندا، اللي باش يوصلوا ليه كان خاصهم سيمانة. فكانوا كيغيبوا على عائلاتهم في هاد الرحلات ديال الصيد، وملي كيرجعوا كيحتفلوا بالحوت اللي صيدوا. بافلوف ما كانش بحال باقي الشباب ديال القرية، كان ديما كيبان مختلف عليهم. داكشي علاش الأغلبية ديال الوقت كان كيكون بوحدو، يا إما كيرسم أو كيكتب داكشي اللي كيفكر فيه. كان عايش مع الأم ديالو اللي كانت كتعاود ليه بزاف على باه اللي اختفى ملي كانت عنده 8 سنين وما بقاش بان ليه شي أثار. بافلوف كانت كتعجبو خدمتو بزاف، حيت عزيز عليه يبقى بوحدو وسط البحر فين كيقدر يسترجع الذكريات الضبابية اللي عنده على باه، ولكن ما عمره ما قدر يتفكر الأحداث ديال الطفولة بالتفاصيل. في واحد النهار وملي مشى مع صحابو ديال القرية في واحد الرحلة ديال الصيد بحال كيف ما موالفين، ركب على الفلوكة ديالو ودخل وسط البحر، ووصل لواحد البلاصة مزيانة ولاح الشبكة ديال الصيد وجلس كيتفكر وكيتأمل كيف ديما. فجأة الجو غادي يتبدل والسما غادي تظلم بزاف، وبدات الشتا كطيح بالجهد مع الصوت ديال الرعد اللي كيخلع والضوء ديال البرق. بافلوف تخلع وقرر أنه يرجع للشاطئ، ولكن كان فات الفوت، والموج ديال البحر بدا كيلعب بالفلوكة ديالو بحال شي لعبة. فجأة شي حاجة غادي تضرب ليه في راسو وغادي يفقد الوعي. ملي فاق بافلوف لقى راسو ناعس فوق واحد الشاطئ ديال واحد الجزيرة، وحوايجو كاملهم فاسقين والجسم ديالو كيترعد. حاول ينوض بصعوبة وبدا كيقلب على الفلوكة ديالو، وملي تمشى واحد شوية شاف واحد الدري صغير كيشوف فيه. سولو على السمية ديال الجزيرة وشنو كيدير هنا. الدري الصغير ما نطق بحتى شي حرف، دار الاتجاه المعاكس وبدا كيجري بسرعة. بافلوف بلا ما يفكر تبعو حتى هو بالجرة وبدا كيغوت عليه باش يوقف. وفي واحد اللحظة غادي يحس براسو نازل في واحد الحفرة فيها واحد الشبكة، واللي كان مجرد فخ اللي طاح فيه، ولقى راسو حاصل بحال شي فريسة. ودايرين بيه بزاف ديال الدراري الصغار اللي هزوهم مشاو بيه لواحد الكوخ كبير. خرج منه واحد الدري صغير باين فيه هو القائد ديالهم. انا سميتي رادوفان، ودابا عندك جوج اختيارات، يا اما تغلبني في السباق وتاخد الحرية ديالك، ولا غادي تبقى خدام في هاد الجزيرة حياتك كاملة. بافلوف كانت عنده بزاف ديال الأسئلة، ولكن ملي فكر قال مع راسو أنا عندي 25 عام، مستحيل يسبقني دري صغير عنده 10 سنين. فوافق على السباق، وملي بغاو يبداو تصدم بلي الجسد ديالو بدا كيصغر حتى ولا بحال ديال شي دري صغير. ديك اللحظة بافلوف عرف بلي خاصو ياخد السباق بشكل جدي، وإلا غادي يبقى حياته كاملة محبوس في هاد الجزيرة. ملي بدا السباق رادوفان كانت عنده الأسبقية، ولكن بافلوف في آخر اللحظات جمع العزيمة ديالو وعطى جهدو كامل وجا هو الأول. انت أول واحد كيسبقني، داكشي علاش تستاهل واحد الهدية. هكذا قال رادوفان هو كيهنئ بافلوف. دخل الكوخ ديالو وخرج هاز واحد اللعبة على شكل حصان خشبي وعطاها لبافلوف اللي شكرو، ومشى مع الدراري الصغار اللي وراو فين كاينه الفلوكة ديالو. ركب فيها ودخل وسط البحر، وهو كيودعهم لاحظ بلي الجسم ديالو رجع كيف ما كان ديال واحد عنده 25 عام. داز يومين وهو غادي بدون وجهة، وبدا بافلوف كيحس بالجوع والعطش، حتى الماكلة ديالو اللي كانت معاه تقادات. في النهار الثالث فقد الأمان وحس باللي صافي هذه هي النهاية ديالو، وبدا كيفكر في الأم ديالو وفاش غادي تكون كتفكر دابا. والدموع كينزلوا ليه من عينيه، سمع شي واحد كيعيط ليه. ملي هز راسو ما تيقش داكشي اللي شاف. باطو كبير على شكل مطعم عايم فوق الماء، فيه الناس بزاف كياكلوا وكيشربوا. ما فكرش بافلوف جوج مرات، قرب من الباطو وطلع فيه مورا مربط الفلوكة ديالو معاه، ومشى لواحد الطابلة كانت عامرة بالماكلة وبدا كياكل وكيشرب بشراهة.
وكلشي بقى كيشوف فيه بتعجب، حيت ما عمرهم ما شافوا شي واحد كياكل بديك الطريقة. ملي سالا وشبع، جا عندو مول الباطو اللي كان شاب قدو في العمر. أنا ألبين مول هاد الباطو، وهادشي اللي كليتيه خاصك تخلصو، ولكن أنا ما عنديش فلوس. هكذا جاوب بافلوف. ألبين بقى كيفكر واحد شوية ويقترح عليه باش يخدم عندو لمدة ديال شهر. بافلوف بلا ما يفكر قبل العرض ديال ألبين، حيت ما غاديش يلقى الماكلة في شي بلاصة أخرى. وفعلا بدا الخدمة في الباطو اللي ما كانش سهلة، ولكن هو كان فرحان حيت الماكلة موجودة، وحس براسو كيصحاح نهار على نهار. ملي سالات المدة ديال شهر، حس بلي الجسد ديالو ولا كبير وصحيح. وقبل ما يركب في الفلوكة ديالو اللي عمرها بالماكلة اللي غادي يحتاج، عطاه ألبين واحد السيف ديال الذهب كهدية. بافلوف شكرو بزاف، ووعدوا بعضياتهم باش يتلاقاو مرة أخرى. ركب في الفلوكة ديالو، والباطو ديال ألبين بدا كيختفي بشوية بشوية. بقى بافلوف على هاد الحال لمدة ديال 4 أيام، ما تلقى فيها بحتى شي واحد، غير هو والبحر والسما فوقو. ومرة كيتأمل في داك الحصان الخشبي وداك السيف ديال الذهب. وفي واحد الليلة غادي يشوف واحد الضو بعيد، بدا كيقرب منه بشوية بشوية، وهو كيزيد يبري بالجهد. ملي وصل ليه، لقى بلي داك الضو جاي من واحد القنديل لاصق بواحد الفلوكة، وبلي فيها واحد الراجل شيباني عنده واحد اللحية لونها أبيض، والجسد ديالو ضعيف بزاف. ملي قرب منه بافلوف تخلع وحاول يضربو، ولكن رجع اللور وقدم ليه راسو وطمأنو بلي بغا غير يعاونو. ملي داك العجوز تأكد بلي هو في أمان، بدا كيعاود على راسو. سميتي غوستاف، وهادي 30 عام باش خرجت من القرية ديالي وما قدرتش نرجع حيت لفات عليا الطريق، ولكن اللي مونسني في هاد المدة كاملة هما واحد الكتوبة اللي ظهروا بواحد الشكل فجائي، لقيتهم في القابو ديال هاد الفلوكة. ودابا بغيت نجبد واحد الكتاب نقراه، ولكن الشوف ديالي نقص بزاف، والبارح كنت غادي نحرق كلشي ملي كنت غادي نطيح بهاد القنديل وهو شاعل. بافلوف شاف كوستاف وقال ليه كون هاني، انا غادي نهبط ونجيب لك الكتاب اللي بغيتي. خدا القنديل وحل الباب ديال القابو وبدا كيهبط مع الدروج بشويه بشويه. بافلوف ما تيقش عينيه ملي شاف واحد المكتبه كبيره بزاف، كيفاش الحجم ديال الفلوكه الصغير تحت منو هاد الكتوبه كاملين. سول راسو، بدا كيدور بين الرفوف وهو كيتامل الجماليه ديال هذيك المكتبه، حتى وصل للكتاب اللي بغاه كوستاف. هزو معاه ولقى حداه واحد الساعه رمليه عجباتو بزاف، حتى هي هزا معاه. واحد شويه غادي تبان ليه واحد المرايه لاصقه في الحيط، قرب منها وهنا غادي تكون الصدمه الكبرى. الجسم ديالو ولا ضعيف بزاف وشعرو عامر بالشيب. بافلوف هو مخلوع خرج كيجري من القبو، وملي ولا على السطح ديال الفلوكة شافو كوستاف وبدا كيحاول يكالميه. بافلوف بدا كيتنفس بشكل طبيعي وسول كوستاف على ديك المراية. هاد الساعة الرملية فيها جميع الأجوبة، خذها مني كهدية. هكذا جاوبو كوستاف. خدا بافلوف ديك الساعة الرملية ورجع للفلوكة ديالو وهو ما فاهم والو، ومع ذلك فرحان حيت ساعد كوستاف باش يلقى الكتاب ديالو. دازت أيام وأيام وبافلوف وسط البحر، حتى لواحد النهار غادي يكون ناعس، وملي غادي يفيق غادي يسمع السمية ديالو، وما غادي يكونوا غير صحابو ديال القرية اللي كانوا كيعيطوا ليه. ملي فاق بافلوف نسى كلشي تماما، وكيستغرب من واحد اللعبة ديال الخشب وسيف ذهبي وساعة رملية كانوا فوق من الفلوكة ديالو. سولو صحابو فين كان، ما قدرش يعطيهم شي جواب محدد. ملي رجعوا كاملين للقرية فرحوا بيه، ومو بكات ملي شافتو، حيت كانوا كيقولوا ليها بلي غالبا مات غارق وسط البحر. وملي شافت ديك اللعبة الخشبية اللي على شكل حصان بدات كتبكي كتر، وبافلوف ما فهم والو. بحال هادي كان جابها ليك باك ملي كنتي صغير قبل ما يغبر وما يبقاش ليه شي اثار. دازت اعوام واعوام وبافلوف كيحاول يتفكر شنو وقع داك النهار، ومنين جاب ديك اللعبة الخشبية وداك السيف وديك الساعة الرملية اللي بقى كيديهم معاه في كل رحلة كيمشي ليها. في واحد النهار كان مخيم في واحد الغابة بعيدة على القرية ديالو، ورابط العود مع واحد الشجرة، وهو ناعس في الخيمة ديالو غادي يحس بشي حركة ماشي طبيعية. جبد السيف الذهبي ديالو وخرج من الخيمة.
وما غادي يلقى غير واحد الشفار كيحاول ياخد العود ديالو. بداو كيتقاتلوا بجوج بالسيوفه، وبافلوف اخيرا قدر انه يقتل داك الشفار اللي ملي كان كيموت طلب من بافلوف يقرب منه باش يوصيه على شي حاجه. عندي ليك طلب واحد، خذ مني هاد اللعبه، وإلا لقيتي واحد الراجل شارف سميتو غوستاف اعطيها ليه وقول ليه بلي ولدك البين كان كيقلب عليك لمده ديال 20 عام. بافلوف عنقو وبدا كيبكي، جبد السيف الذهبي ديالو وخشاه في كرشو.